السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بقى اللي ما عملتش الترمس يلا تجمع معايا عشان نشوف باقي التكات والحركات، واللي ما بتعرفش تعمل الترمس مع انه سهل جدا ولسه مبتدأ تيجي معايا. ده حمص الشام يا جماعة. معايا كيلو من الترمس، ومعايا برضو حوالي 300 جرام من حمص الشام، اكتر من ربع كيلو. انا كان نص كيلو وانا كنت اخدت منه حوالي كوباية او كوباية الا ربع. هبلهم بقى هنقعهم. انا دلوقتي يعني انا نقعتهم بالليل، بقول لكم يعني منسوب الميه يبقى عالي قوي عشان الترمس هيزيد وحمص الشام هيزيد. ونقعتهم ليله كامله. مستعجله عليهم، اغلي الميه واغلي الميه ونقعيه، هياخد حوالي نص الوقت. وده خلاص انا نقعته كبر وزاد ازاي، وان لقيت حاجه مش مستحبه هشيلها. هي كده بقى الترمسيه زادت وعيوبها بانت طبعا، لو في اي حاجه في عيوب ظهرت. دلوقتي اغسله طبعا من ميه النقع واحطه يغلي. اول ما هيبتدي يغلي هيطلع ريمه، الريمه دي شيلوها، دي اللي بتعمل انتفاخات يا جماعه الشال. ودلوقتي انا الترمس بتاعي سبته غلي 10 دقايق وطفت عليه. صفيت الميه اللي هي كنز رباني من عند ربنا. الميه دي هي بلسم للشعر، لما تبرد اغسلي بقى شعرك هتلاقيه بيلمع اكنك حاطه عليه بلسم. وفتحت الميه بقى على الترمس وسبته بقى كده، سبته كل شويه اغير عليه علشان ما يبقاش سخن. هو طبعا الترمس ده مش مر، ده ترمس من المستورد اللي بيتعمل على طول في نفس اليوم تاكلي منه. سبت عليه الميه لغايه ما برد. اوعي تملحيه وهو سخن، هيعمل ريم وريحته مش هتبقى حلوه. نفس اللي عملته مع الترمس عملته مع حمص الشام. لغايه كده كله سهل اهو، مفيش في حاجه صعبه. الميه بقى هحطها في بوله على جنب كده، اما تبرد بعد الفطار ان شاء الله هغسل بقى شعري. هلمعه بمعنى اصح، هلمع شعري بيها انا والولاد ان شاء الله. الترمس بتاعنا خلاص بعد ما بسقع وبرد وبقى زي الفل، لخبطت عليه حمص الشام. بتحبي الحمص لوحده والترمس لوحده ما تخلطهمش. يلا بقى معمل محلول اللي انا هنقع فيه الترمس. الدقه اللي انا هبدأ بيها، الملح ده انت هتحطيه وتدوبيه وتدوقي. انا مش هديلك معيار للملح، شوفي انت بتحبيه حادق معتدل براحتك. وشويه شطه، ما بتحبيش الشطه وبتخاف على العيال حطي شويه بابريكا وشويه كمون. ولو عايزه تعصري ليمون او تحطي ربع معلقه او طرف معلقه ملح ليمون براحتك. الحاجات دي اضافات ترجع لك انتي. مش عايزه لا ده ولا ده، يبقى ميه وملح وحلو قوي. ونقعت الترمس بتاعي ده بقى اللي هنقع فيه، وده اللي هناكله بيه. معايا شويه من حمص الشام، انا ما حطيتهمش كلهم، حطيت على ملح وشويه شطه، وحطيت كمان شويه كمون ومعلقتين صغيرين من الزيت. ورحت حطاهم في الفرن. ايوه انا عايزاهم مقرمشات، انا عايزاهم بقى مش بيبقى طعمه احلى من الفشار كمان. جربوه هتلاقوه زي الفل. وممكن تحطيه على البوتاجاز وتشوحيه لغايه ما يحمر معاكي. انا دلوقتي بعبي الترمس بتاعي، انا حطيت في العلبه ديت وهغطيها تبقى محطوطه تحت ايدي. ما عنديش برطمانات احط فيها الترمس، حطيت في كيس تلاجة زي ما انتوا شايفين. كل ما العلبه اللي معايا تخلص افضع فيها كيس زي ما انتوا شايفين كده، واحطه في التلاجة. ده انا بحط الترمس في التلاجة، وده ساعة اما اجي اكله اعصر عليه ليمون براحته بقى زي ما انت عايز. والترمس بتاعنا زي الفل، وحمص الشام بتاعنا المقرمش طلع وظهر جميل ازاي. والله العظيم ده بعد الفطار ما فضل. ده انا كنت قبل الفطار بساعة مجهزة الفيديو ده، بس بعد الفطار ما فضلش منه حاجة. وكل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام بخير. وده مية الترمس اوعوا تنسوه، ده البلسم الطبيعي بتاع الشعر. استودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.